ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة كلنا بنعشقها، الكبير والصغير بيعشقها ومحدش ابدا بيختلف عليها. النهارده هنعمل السينابون بايتس، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. ويا جماعة حرفيا كل اللي مش بيحب يعمله في البيت لانه متعب شوية او مش بيطلع نفس النتيجة بتاعت بره، صدقوني جربوا الوصفة دي حرفيا. يعني طعم اللي بنشتريها من بره جدا، العجينه هشه جدا. هنعمل كمان صوص التشيز خطير بجد يا جماعه، لازم تجربوها، سهله قوي واسهل والذ كمان من السينابون الحجم العادي. عندي ربع كوبايه من الميه الدافيه، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر، معلقه ونص كبار من الخميره. هقلبهم كويس قوي لغايه ما يدوبوا مع بعض، وهغطيهم واسيبهم كده يتفاعلوا حوالي 5 دقايق على جنب. عندي بقى في بويل عجان هحط بقى الخميره بتاعتي بعد ما اتفعلت، وهنزل عليهم ربع كوبايه من الحليب الدافي. هنزل عليهم كمان بيضه بدرجه حراره المطبخ، ربع كوبايه من الزبده المذابه تكون دافيه شويه، وهبدا اقلبهم مع بعض كده. دي المكونات السايله كلها، هديها تقليبه كويس. بعد كده هبدا انزل 4 كوبايات من الدقيق، ونستخدم نوع دقيق يكون فاخر او نوع دقيق يكون كويس. رشة ملح، وهبدأ اعجنهم من 7 ل8 دقايق لغاية ما احس ان العجينة بتاعتي خدمناها صح كده، وتكون طرية زي ما انتوا شايفين بالظبط، وتكون بتلزق حاجة بسيطة جدا، ما نكتمهاش بالدقيق. رشة دقيق بقى على الكونتر، وهنزل العجينة بتاعتي وهبدأ المها كده، واحس ملمس العجينة في ايدي هو طري جدا، بتلزق حاجه بسيطه قوي، مش مكتومه بالدقيق وناعمه، ودي كده ان شاء الله تديها نتيجه هايله. بعد ما لميتها بقى هحطها في بول التخمير، وهغطيها بالبلاستيك راب وفوطه مطبخ، واسيبها في مكان دافي تختمر. تعالوا بقى نعمل الصوص التشيز بتاعنا الخطير، او صوص السينابون بقى المعروف. عندي 5 مثلثات من الجبنه، 5 قطع من مثلثات من الجبنه المثلثات، او ربع كوبايه من الجبنه الكريمي، ربع كوبايه من الحليب البودر، معلقتين كبار من الزبده تكون لينه، كوبايه سكر بودر، رشه فانيليا، وهنحط ربع كوبايه من الميه المغليه او من الحليب. احنا حاطين حليب بودر فحطينا ميه تكون مغليه. هبدأ اخفقهم كويس قوي مع بعض لغاية ما القوام يطلع بقى زي ما انتوا شايفين، كريمي ناعم، مش عايزينه خفيف قوي، ويكون كده ده القوام المظبوط. بجد يا جماعة احسن طريقة تعملوا بيها صوص السينابون خطير. ركناه على جنب بقى عشان يهدى تماما ويبرد كده، ويديني قوام ويتقل ويديني قوام حلو. دي العجينه اختمرت معايا ما شاء الله بعد ساعه. هبدا بقى افرخها من العجين، من الخمير، من الهواء زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نحضر الحشوه بتاعتنا. عندي كوبايه من السكر البني، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهنزل عليهم معلقه كبيره من القرفه. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وده كده الحشوه بتاعتنا جاهزه. رشه دقيق بقى على الكونتر، وهننزل العجينه. انا قسمتها على نصين علشان تبقى سهله التشكيل معايا. هبدا افردها، وبعد كده هبدا اساوي الاطراف بتاعتها بالشكل ده، وهبدا ادهنها من فوق كده بمسحه من الزبده تكون لينه. بعد كده هبدا انزل الحشوه بتاعتي، واهم حاجه ان احنا نغلف كل الاطراف بتاعه العجينه بتاعتي والقلب وكله. بعد كده هنزل عليهم بقى بالنشابه كده علشان الحشو يلزق مع الزبده في العجين، ولما نيجي نشكله ما يقعش منه. بعد ما كده ثبت الحشوه كويس قوي على الزبده في العجين، هبدأ كده بالقطاعة او بالسكينة نقسم العجينة ل3 اقسام زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ بقى اقطعها كده علشان تديني شكل صغير كده، ونلف رول يديني بقى السينامون بايتس بتاعنا. في المرحلة هنا بقى هنكون بنسخن الفرن على درجة حرارة 180، ونحضر بقى صواني بتاعة الفرن بتاعتنا فيها ورق زبدة. يستحسن طبعا ورق زبدة او ندهنها بزبدة. انا دهنتها بزبدة، وهبدأ بقى الف رول بقى العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ميني كده وجميلة. بحطها في الصينية واضغط عليها ضغطة بسيطة قوي بس عشان ما تقعش، وهبدأ بقى اكمل السينابون بتاعي كله بالشكل ده. الفها رول. العجينة طرية جدا، والتعامل معاها يعني سهل جدا. هضغط ضغطة بسيطة بس كده عشان اتأكد ان هي قاعدة كده ما تملش. هدخلها بقى الفرن
انا مسبتهاش تخمر تاني. لو انتوا عايزين تسيبها تخمر كمان 5 دقايق او 6 دقايق زي ما انتوا عايزين، انا مسبتهاش تخمر تاني. دخلتها الفرن على طول، خدت وش من فوق وكرملت جدا من تحت. طلعتها بقى، هنقدمها باي شكل انتوا عايزينه بقى. انا رصيتها كده، نزلت عليها صوص الكراميل، صوص الجبنه بقى اللي احنا لسه محضرينه، شويه بيكان او اي مكسرات موجوده عندكم. بصوا يا جماعه بجد خطيره، الكل هيعشقها ومحدش هيصدق ابدا ان ده معمول في البيت. حرفيا يعني جايب نفس الطعم بكتير. جربوه. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك.